حقيقة لا خيال. في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجوز، فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك، وانتقل إلى العمل في المدينة. وبعد مدة عاد إلى قريتهم، وحين سألوه عن أمه أجابهم أنها ماتت ودفنها. أجابهم أنها ماتت ودفنها وهي على قيد الحياة. وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى مستشفى المدينة لزيارة قريبة له، ودخل المستشفى فوجد أم ذلك الشاب بنفس الغرفة التي فيها مريضته، فسألها الرجل بتعجب واستغراب: أنت أم فلان؟ قالت: نعم. قال: من أتى بك إلى هنا؟ ومنذ متى وأنت هنا؟ قالت: أحضرني ابني منذ 2 ولم أره من حينها. اسمعوا ماذا تقول: والله إني خائفة عليه، والله إني خائفة عليه أن يكون قد أصابه مكروه أو حصل له شر. يا الله، ما أحلم الأم وما أحنها وما أشفقها، رماها، تركها، نساها، ولا تزال خائفة عليه. فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية، ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألح على ابنها بالحضور. فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الابن، سأله الرجل أمام الناس عن أمه، فقال: إنها ماتت قبل 2. قال: إنها ماتت قبل 2. فقام الرجل وطلب العجوز، ثم أتى بها أمام الناس وقال: أهذه أمك يا فلان؟ وقال للعجوز: أهذا ابنك يا أم فلان؟ فصعق الابن العاق أمام الحضور ولم يستطع الكلام. صدقوني، إنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال. لكن أيعقل مثل هذا؟ أهذا جزاها بعد طول عناها؟ أيعقل مثل هذا؟ وهل هذا من الدين في شيء؟